دعت السعودية المعارضين البحرينيين إلى الموافقة على الدعوة التي وجهتها السلطات إلى الحوار، معلنة معارضتها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين. وهذا ويتوقع اليوم أن تقدم المعارضة البحرينية مطالبها لولي عهد البلاد الذي يقود حوارا وطنيا بعد أن انسحبت قوات الجيش واستعاد المحتجون ميدان اللؤلؤة الذي أصبح رمزا لقضيتهم. مسلسل الاحتجاجات في البحرين ما زالت حلقاته متواصلة، والتوتر يعود مجددا مع عودة المتظاهرين إلى التجمهر في دوار اللؤلؤة. المرأة البحرينية تسجل حضورها بكثافة. جميعنا سعداء بما حققناه، أعربنا عن مطالبنا وعن احتياجاتنا. ينبغي أن نغير حكومة البحرين، يجب أن يسقط الملك. والمتظاهرون الذين تمكنوا من تجاوز حواجز الأسلاك الشائكة خلال هذا اليوم يسجلون انتصارا آخر بعودتهم إلى دوار اللؤلؤة بعد انسحاب الجيش من شوارع المنامة، وبعد أن لاذت الشرطة مكافحة الشغب بالفرار. تزامن هذا مع تجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار خوفا من الفتنة وتأزم الموقف. ونتعاون ونتواصل مع كل القوى السياسية في البلد وساعدونا على تهدئة الوضع لنستطيع أن نعلن يوم حداد على ما فقدناه من أبناء. المعارضة البحرينية رفضت عرض الحوار الذي طرحه ولي العهد مطالبة باستقالة الحكومة وتغيير النظام وإرساء الحريات والديمقراطية في البلد. سنبقى هنا حتى تحقيق المطالب. مطالب أن تستقيل الحكومة وأن يكون هناك حاكمية لدستور عقدي بين الشعب وبين النظام. رياح الثورة هذه التي تهب في سماء البحرين وتتصاعد، هل ستحقق أهدافها؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام في المستقبل القريب.